ازاي تأسس مشروعك في تربية طيور الزينة، وهل هو مربح ولا لا؟ تعال اقول لك في الفيديو ده كل التفاصيل اللي هتحتاج تعرفها قبل ما تبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، وده بناء على طلب الأغلبية في استطلاع الرأي اللي عملناه امبارح. ازاي تبدأ مشروع تربية عصافير من الصفر، وهل فعلا المشروع ده مربح ولا لا؟ بص يا سيدي، أي مشروع في الدنيا عشان تأسسه صح لازم تمشي بخطوات واضحة وثابتة. أول حاجة تحدد المبلغ اللي هتبدأ بيه، وده بيختلف من شخص للتاني وحسب إمكانيات كل واحد. وبعد كده هتشتغل على 4 عناصر أساسية، وهما المكان، المنتج اللي هتشتغل فيه، وهنا هنتكلم عن نوع العصافير اللي ناوي تربيها وتنتج منها، الدعاية أو الترويج، والسعر. وطبعا هنبدأ بأول وأهم نقطة فيهم، وهي المكان، لأن المكان هو اللي بيحدد نجاح مشروعك بنسبة كبيرة جدا. المكان بينقسم لنوعين، مكان للتربية ومكان للترويج أو العرض. هنتكلم الأول عن مكان الترويج. لو عندك مكان عرض لازم تختاره بعناية، يكون سهل للزبون يوصله وموقعه كويس، يكون شكله نظيف وكويس للناس تقدر تشوف إنتاجك فيه وتشجعه، ويكون إضاءته كويسة عشان التصوير وعشان يظهر الطير بشكل جميل يسهل عليك عرضه وبيعه. بس ده مش شرط أساسي في البداية، لأن الإنترنت دلوقتي مكفي الغرض ده جدا. أما بقى مكان التربية فده اللي بيهمنا دلوقتي، خصوصا للهاوي أو اللي لسه بيبدأ. خلي بالك من الحاجات دي كويس جدا. أولا التهوية، المكان لازم يكون جيد للتهوية في الصيف والشتاء، بس بدون تيارات هواء مباشر. يعني ما تخليش الشباك لو اتجاه بحري مفتوح على طول، ويفضل يكون الشباك في أي اتجاه تاني. رقم 2 الشفاط، مهم جدا تركب شفاط لو التهوية عندك مش كويسة، ويكون في الاتجاه المقابل لأبعد شباك عشان يضمن لك دورة هواء ممتازة وتجديد مستمر للهواء. رقم 3 الأمان والنظافة، قبل ما تدخل أي طير المكان لازم تأمنه كويس جدا ضد الحشرات زي النمل والفاش وحتى الفئران والبراس، عن طريق إنك تقفل المكان كويس جدا وتهتم بالنظافة الدورية للمكان، وإن يكون عندك إقفاص عزل في ركن لوحده بعيد عن باقي الطيور عشان لا قدر الله لو فيهم مرض ما يتنقلش لطيورك. رقم 4 المساحة، احسب المساحة صح واعرف المكان هيستوعب كام زوج من العصافير، لأن كل مكان له طاقته وما ينفعش تكبس الطيور على بعض. رقم 5 العوامل المناخية، تأكد إن المكان مؤهل لأي تقلبات جو مفاجئة زي المطر أو الرياح أو البرد الشديد أو حتى الحر الشديد، وده عن طريق بعض التجهيزات اللي هنتكلم عنها بالتفصيل في الفيديوهات الجاية. رقم 6 الإضاءة، الطيور لازم تاخد قيلولة خلال اليوم، فخلي الإضاءة متوازنة، يعني الضوء يوصل لآخر عين زي أول عين في المكان. وكمان لازم الإضاءة تكون طبيعية، يعني يكون في إضاءة من بعد الفجر لحد المغرب، وبعدين يكون الجو ضلمة، لأن ده بيظبط الساعة البيولوجية للطير واللي بتأثر على كل حاجة في الطير وخصوصا الإنتاج. وبعد ما تظبط كل النقط دي نقدر نقول إنك جاهز تبدأ فعلا، وساعتها ننتقل للمرحلة التانية وهي المنتج اللي هتشتغل فيه. في عالم الشركات الكبيرة دايما بيقولك المنتج لازم يتوفر فيه 3 حاجات أساسية، الخامة، الجودة، والماركة أو الاسم التجاري. طب احنا هنا بنتكلم عن مشروع العصافير مش عن مصنع أو شركة، بس نفس المفهوم بينطبق علينا بالظبط. أول حاجة لازم تحددها، انت هتشتغل في أنهي نوع من الطيور، هل هتبدأ بالاسترالي ولا الكوكتيل ولا الفيشر والروز، العصافير اللي حجمها صغير ولا البغبغانات الكبيرة. الاختيار هنا بيرجع بالكامل للمبلغ اللي هتبدأ بيه، لأن كل نوع له تكاليفه وطريقته في التربية وربحه كمان بيختلف. وطبعا معظم الناس في مصر بيبدأوا بالاسترالي، وده فعلا المنتج اللي هنعتبره الأساس في مشروعنا النهاردة، لأنه الأكثر انتشارا، الأسهل في الإنتاج، والأسرع في البيع. لكن خليك فاكر إن الاسترالي نفسه عالم كبير جدا، يعني مش مجرد طير واحد والسلام، ده فيه أنواع وطفرات كتير جدا، وكل طفرة تعتبر باب مختلف في المشروع. وده معناه إنك لازم تتخصص، ما ينفعش تشتغل في كل الأنواع كده عشوائي، لا، اختار باب معين وابدأ ابني اسمك فيه. ولكن برضو التنوع مش وحش، بالعكس أوقات بيكون كويس جدا، لأن أوقات بتلاقي طفرة سعرها عالي جدا مرة واحدة سعرها نزل،
وطفرة تانية سعرها كان رخيص جدا فجأة بقت مطلوبة في السوق وسعرها رفع جامد. ولكن حاول لو اتخصصت في طفرة واحدة واخترت تشتغل فيها يبقى لازم تكون مميز فيها وتشتغل كل خطوطها. يعني مثلا لو اتخصصت في طفرة الريمبو لازم يكون عندك ريمبو عادي، ريمبو فلل، ريمبو نصاص، وكمان ريمبو انجليزي. ليه؟ عشان لما الناس تسمع اسم الطفرة يفتكروا اسمك فورا، يبقى انت كده مش مجرد مربي، انت صاحب براند داخل المجال. وطبعا لازم تفتكر ان باقي الطفرات ممكن تشتغلها برضو، بس على انها تكملة تجارية مش تخصصك الاساسي. اما بالنسبة لطفرات الاسترالي فبتنقسم لثلاث طفرات اساسية. طفرة في الحجم، ودي عندنا الحجم العادي، الحجم الانصاص، والحجم الانجليزي. كل نوع فيهم ليه مميزات وسوق مختلف. تاني طفرة معانا هي طفرات اللون، وطبعا كلنا عارفين ان اللون الاسترالي الاساسي في البرية هو اللون الاخضر، واي لون غير الاخضر هو طفرة ظهرت من التزاوجات اللي حصلت في الاسر على مدار مئات السنين. طفرة الريش، ودي زي الفلل والشوشة والكرك. وزي ما قلنا من شوية هتختار طفرة لون تشتغل فيها جميع الابواب زي طفرات الحجم كلها وكمان طفرات الريش. وبكده نكون خلصنا كلامنا عن المنتج. وطبعا تقدر تشتغل عن اي نوع عصافير، ولكن احنا عطينا الاسترالي مثال لانه فيه طفرات كتير جدا وتقدر تطبق كل الامثلة دي على النوع اللي هتشتغل فيه. ودلوقتي وصلنا لمرحلة مهمة جدا، المرحلة اللي هتحدد مكسبك الحقيقي، وهي ازاي تسوق طيورك وتخلي الناس تعرفك وتشتري منك. بص يا صديقي، المنتج الكويس من غير تسويق محدش هيشوفه، لكن المنتج العادي مع تسويق صح يبيع بسرعة ويكسب كويس. فخليني اقولك ازاي تسوق طيورك صح بخطوات بسيطة وواضحة. اولا، التسويق المحلي، يعني داخل منطقتك او محافظتك تكون عامل علاقات مع الهواة والمربين التانيين، لان دول ممكن يشتروا منك او يرشحوك لناس تانية. لو عندك انتاج جميل ومميز خليه دايما جاهز للتصوير والعرض في احسن شكل. تاني حاجة هي التسويق الالكتروني، ودي الاهم دلوقتي. النت خلى الدنيا اسهل جدا، يعني تقدر تبيع وانت قاعد في بيتك، بس لازم تشتغل صح. اولا، اعمل صفحة على الفيسبوك او الانستجرام باسم واضح وسهل البحث، الاسم لازم يدل على التخصص بتاعك. تاني حاجة، اهتم بالصور والفيديوهات، صور الطيور في اضاءة كويسة، خلفية نظيفة، ولو تقدر تصور فيديوهات قصيرة وهي بتاكل او بتغرد هيكون اقوى بكتير، كده الناس هتثق فيك وتتعامل معاك كمصدر موثوق. رابع حاجة، شارك في جروبات الهواة والمربين بس مش بشكل مزعج، ادخل شارك نصيحة او صور انتاجك وبعدها الناس هي اللي هتسألك عن البيع. وعلى فكرة، المصداقية اهم من اي دعاية، ما تبيعش طير مريض او تعبان، لان كلمة واحدة غلط ممكن توقف مشروعك كله. السمعة في المجال ده او في اي مجال عموما هي راس مالك الحقيقي. وفي النهاية خليك فاكر، التسويق مش بس انك تبيع، التسويق هو انك تبني ثقة واسم يفضل شغال لوحده، بحيث الناس لما تفكر تشتري طير اول اسم يجي في بالهم هو اسمك انت. وصلنا دلوقتي لاخر خطوة وهي السعر. اكتر حاجة ناس كتير بتتلخبط فيها، يا يبيع بخسارة يا يزود السعر لدرجة الزبون يهرب منه. خليني اقولك ازاي تحدد سعرك بطريقة ذكية ومربحة في نفس الوقت. اولا، احسب تكلفتك صح. قبل ما تقول سعر لازم تكون عارف الطير كلفك قد ايه بالظبط. احسب تمن الطيور او الازواج اللي بدأت بيها، اكلهم وشربهم، الادوية والعلاجات اللي صرفتها عليهم، الاضاءة او الكهرباء، والمكان والادوات اللي بتستخدمها، وكمان تكلفة رعايتك ليهم. بعد كده اقسم التكاليف دي كلها على عدد الازواج او الانتاج اللي عندك عشان تطلع التكلفة الفعلية لكل طير. تاني حاجة، شوف سعر السوق، ما ينفعش تبيع من دماغك، لازم تكون عارف الناس بتبيع بكام. لف على الصفحات والجروبات واسأل المربين التانيين، بس خليك فاكر ان الاسعار بتتغير حسب المكان، الموسم، والطفرة نفسها. يعني طفرات نادرة طبيعي تلاقي سعرها اعلى من الطيور العادية. بس اهم حاجة ما تبالغش في الربح على حساب العميل، لانك بكده هتخسر السوق كله مش بس زبون واحد. وبرضه ما تنساش ان السعر مش كل حاجة، الناس ممكن تشتري منك حتى لو سعرك اعلى شوية، لو انت معروف بالنظافة والانتاج القوي والمعاملة المحترمة. يعني الجودة زائد الثقة بتساوي تسويق مجاني وسعر اعلى. وفي النهاية لو عايز مشروعك ينجح لازم توازن بين التكلفة، الجودة، والسعر، لانك لو ركزت على واحدة ونسيت الباقيين المشروع هيقف.
وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الرحلة بتاعتنا، رحلة تأسيس مشروع تربية العصافير من الصفر. اتكلمنا عن كل خطوة ممكن تحدد مصير المشروع، من اختيار المكان الصح اللي تبدأ منه لحد تحديد المنتج اللي هتتميز بيه، وتعلمنا ازاي تسوق وتبني اسمك في السوق، وفي الاخر ختمناها بأهم حاجة وهي السعر الصح اللي يخليك تكسب وتكمل. انا عملت الفيديو ده عشان اي حد نفسه يبدأ مشروع صغير يعرف ان النجاح مش صدفة، النجاح خطة واضحة وإصرار وشغل صح. لو الفيديو ده فادك فادعمني بلايك واشترك في القناة وسيب لي رأيك في التعليقات. هل نفسك أعمل سلسلة تانية عن حساب الأرباح والتوسع في مشروع العصافير؟ ما تنساش دايما اللي يبدأ صح يوصل أسرع. سلام عليكم يا أبطال، واستنوني في الفيديو الجاي.